ولاية بركة أقرب الولايات العمانية إلى مسقط العاصمة، ونقطة التقاء سكان سهل الباطنة وحجر عمان الغربي. حاضرتها مدينة بركة، ثغر باسم على ساحل خليج عمان في جنوب سهل الباطنة الخصيب، حيث تمتد المساحات الشاسعة بمزارعها الحديثة، مكونة حزاماً أخضر يلف المدينة ويضفي على موقعها البحري سحراً وجمالاً. تواكب بركة ركب الحضارة الحديثة منذ فجر النهضة المباركة، حيث تبدو مبانيها وطرقها المعبدة التي أدت إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الولاية، حيث الطبيعة الخلابة والشواطئ الممتدة والجزر الصخرية التي تتألق بهدوء في مياه الخليج بالقرب من بركة، وتدعى جزر السوادي. تفاعل أبناء الولاية مع النهضة المباركة مستفيدين من موقع ولايتهم المتميز، فعملوا بالتجارة مما أدى إلى ازدهار الحركة الاقتصادية في الولاية، الأمر الذي شجع البنوك الرئيسية في السلطنة لفتح فروع لها في المدينة لتقديم الخدمات المصرفية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. وكانت الحكومة الرشيدة سباقة في هذا المجال، فأنشأت فرعاً لبنك الزراعة والأسماك لتقديم القروض للمزارعين بفوائد متدنية، مما ييسر للمزارعين بتطوير أساليب زراعتهم وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير. يقوم مركز الإرشاد الزراعي بتقديم النصح والإرشاد للمزارعين لاستخدام الوسائل الحديثة، ويزودهم بالبذور والأسمدة ومعدات الحراثة والمبيدات الحشرية بهدف زيادة الرقعة الزراعية في المنطقة. وحرصاً من الدولة على استصلاح الأراضي القابلة للزراعة وتشجيعاً للمزارعين، فقد أنشأت محطة البحوث الزراعية بالرميس، حيث تقوم بإجراء الدراسات على أصناف عديدة من المزروعات في المزارع التجريبية والإنتاجية التابعة لها، إضافة إلى فحص التربة التي أثبتت التحاليل خصوبتها العالية إلى جانب المياه